في قرية هادية في قلب سوهاج بتحصل جريمة من أبشع الجرائم اللي سمعنا عنها، وأكتر ناس كانوا المفروض إنهم يحموا هم نفسهم اللي قتلوا. نور بنت من قرية من محافظة سوهاج وعندها 22 سنة اختفت فجأة، ولما جيرانها وأصحابها سألوا عليها أهلها قالوا إنها سافرت، لكن اللي حصل بعد كده كان شيء مؤسف. بس السؤال هنا، هل القاتل بيبقى مجرم فعلا ولا مجرد عبد للعادات والتقاليد؟ ده اللي هنعرفه النهارده. نور كانت بنت بسيطة ملهاش في المشاكل، يتيمة الأب والأم، بتعيش مع 3 إخوات شباب، أكبرهم رمضان، بعده سيد، وأصغرهم يوسف. كانت بتحب تقرأ وتسمع الأغاني، وكان عندها حلم تكمل تعليمها وتشتغل، لكن في بيتهم الحلم ده كان تمرد، واللي تحلم في وسط العادات والتقاليد الصعبة دي لازم تتعاقب. صفاء الصديقة المقربة من نور بتحكي إنها كانت بتيجي عندها تذاكر معها. نور كانت طيبة وطموحة، في مرة قالت لها إنها عايزة تشتغل في المدينة، قالت لها خلي بالك إخواتك مش هيوافقوا. ردت نور وقالت لصفاء أنا مش هفضل محبوسة في البيت. في يوم سيد شافها بتتكلم على الموبايل، رجع البيت لإخواته وقال لهم البنت دي مخبية حاجة. اتكلموا مع بعض وقالوا لازم يراقبوها. لقوها بتخرج من البيت الساعة 7 الصبح، بتروح تشتري جورنال وترجع. بس من وجهة نظرهم ده كان كفاية يخليهم يشكوا فيها إنها بتقابل حد، وهنا بدأ القرار يتكون. رمضان الأخ الكبير بيقول ما قدرناش نفضل ساكتين، الناس بتتكلم، احنا في الصعيد واللي يتقال على واحدة في البيت كأنه بيتقال علينا كلنا، فقلنا نحسم الموضوع. في ليلة من الليالي دخلنا عليها وهي نايمة وخنقناها، أنا كنت بترعش بس كنت شايف إني بعمل الصح. أخدنا الجثة ودفناها في أوضة مهجورة في البيت جوه، وقفلنا الباب وقلنا الموضوع كده خلص. مع الوقت المقربين من نور بدأوا يسألوا عنها. رمضان قال إنها سافرت عند خالتهم، بس الريحة بتاعت الجثة كانت بتكذبهم. ريحة سيئة طالعة من البيت خلت الجيران يبلغوا الشرطة. المقدم حسام رئيس المباحث بيقول لما دخلنا البيت كان واضح ان في حاجة مدفونة، الأرضية كان فيها حفر متغطي برملة جديدة، بس الغريب ان مفيش جثة، ولما سألناهم أنكروا. رجعنا تاني بعد يومين لقينا علامات بتظهر زي ما يكون في حاجة اتجرت من على الأرض. بعد التدقيق والتحقيق اتضح انهم طلعوا الجثة ورموها في النيل كمحاولة منهم بإخفاء آثار الجريمة. الغطاسين نزلوا يدوروا في النيل، وبعد 3 أيام من البحث المتواصل وفي الآخر لقوا كيس بلاستيك ملفوف جواه رفات جثة. الطب الشرعي أكد إنها نور، وهنا اللعبة خلصت. يوسف الأخ الصغير لنور بيقول أنا ما قدرتش أتحمل، كل يوم بحلم بيها بتبصلي بعينين عتاب. قلت للضابط كل حاجة، احنا قتلناها ودفناها وبعد كده خفنا فشلناها ورميناها في المية، بس مش قادر انام من ساعتها. ام رجب واللي كانت مقربة من نور وهي صغيرة بتقول كنت حاسة ان في مصيبة. نور كانت هادية وبريئة. في يوم شفت اخواتها بيشيلوا حاجة ملفوفة في اخر الليل، ما صدقتش بس قلبي قال لي ان في كارثة هتحصل. القضية اتحولت لمحكمة الجنايات، النيابة وصفتها بجريمة شرف زائفة. بعد اعتراف يوسف بدأت الحقيقة تطلع، النيابة أثبتت إن نور ما عملتش أي حاجة، واللي حصل لها كان جريمة قتل كاملة، لبسوها تهمة الشرف وهي بريئة من كل حاجة. المحكمة حكمت على رمضان بالسجن المؤبد، وسيد ب15 سنة، ويوسف اللي اعترف ب7 سنين. بس مين هيعوض أم كانت بتحلم تشوف بنتها عروسة؟ ومين هيرجع ضحكة راحت علشان فكرة متخلفة اسمها العار؟ في بلادنا البنت اللي بتقول نفسي اشتغل تبقى قليلة الأدب، واللي تضحك تبقى بتخبي حاجة، واللي بتحلم لازم إنها تتحاسب. لو كل مرة شكينا قتلنا يبقى العادات دي هي اللي محتاجة تتحاكم. خلي صوتك دايما مع الحق علشان يمكن صوتك ينقذ نور تانية قبل ما تموت بصمت. وافتكر دايما ان ورا كل باب مقفول في قصة لسه ما اتفتحتش. بكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، لكن قصصنا لسه ما خلصتش على كده. ما تنساش لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة علشان تتابع القصص اللي فاتت والقصص اللي جاية. سلام.